حسين الشحات والشيبي ومروان حمدي وجمهور الأهلي والمسؤولين عن اللعبة. البداية من هنا، في الوقت إن لاعب ما اعتمدش أو ما كانش عنده في القاموس سياسة اللعب النظيف، في الوقت اللي محمد عبد المنعم كان مصاب فيه، ويظهر علينا لاعبي الأهلي بالمشهد اللي قدامنا ده، ويجي هنا دور منظمين اللعبة ويظهروا علينا بدور شاهد ما شافش حاجة. وبتتوالى الأيام، وفي واقعة هي الأغرب في تاريخ الكرة المصرية. استفزاز من لاعب مستفز الجمهور الأهلي، ووارد يكون أخطأ في حق اللاعب حسين الشحات، ووارد لأ، وده سببه واقعة مباراة السوبر اللي لسه شايفينها مع بعض. بس حسين الشحات بيكون ليه رأي آخر، بيظهر علينا بالمشهد ده. مشهد مقرف صح، بس تعالى هنا بعد المباراة مباشرة بتظهر علينا رابطة الأندية بعقوبة هزلية، وهي الإيقاف مباراتين. وده ليه؟ وإيه السبب؟ كلنا عارفين إن المشهد ده لو وصل للجنة الانضباط وارد عقوبة حسين الشحات تكون على أقل تقدير 6 شهور، وممكن توصل للشطب. ولكن رابطة الأندية بتقوم بحماية اللاعب، ويدخل اللاعب حسين الشحات والشيبي في نزاع قضائي، وفي واقعة هي الأغرب من نوعها في تاريخ الكرة المصرية. وبتتوالى الأيام ويواجه الأهلي بيراميدز، ويحدث ما لم يتوقعه أحد. أكيد مش المشهد ده ارتداء جمهور الأهلي تيشيرت بيراميدز ب 200 جنيه، أو سباب جمهور الأهلي الدائم للاعب محمد الشيبي، وده بسبب إنه بيمتلك صك حماية. المشهد الغير متوقع تدخل اللاعب محمد الشيبي على حسين الشحات، ولو سألتني تدخل فيه دينجرس بلاي على الشحات، وكان ممكن يبطلوا كورة. بس السؤال هنا، ايه اللي وصل محمد الشيبي للحالة دي؟ هل الجمهور؟ هل المنظومة؟ هل لاعبي الأهلي؟ وكل دي أسباب، وفي نفس الوقت الشيبي مش ملاك. محمد الشيبي لاعب مستفز، وبيظهر علينا مروان حمدي في واقعة متكررة من نوعها مع جمهور الأهلي، بس الأشخاص مختلفين في واقعة لتاني مرة بتتكرر. طبعا كلنا عارفين مين صاحب الأولى، بس الأولى كانت مختلفة بصراحة. بس الجمهور تقبل اعتذاره والإدارة كمان، بس مع مروان حمدي الوضع غير والاعتذار مرفوض. وده ليه؟ علشان مبادئ النادي الأهلي كتالوج دستور، مش هتفهمه. علشان تفهمه تكون شخص أهلاوي. بشوف إن أطراف كتير يجب أن تحاسب، الشيبي، الشحات، الجمهور، والمنظمين عن اللعبة. لو كانوا اتخذوا قرار واحد بسيط من البداية ما كانش كل ده حصل. حقيقي رؤيتي المباراة الأهلي وبيراميدز صورة بتعبر عن حال الدوري المصري.